السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه رايكم بقى في الحلو القمر ده؟ حلا يا بنات، سهل وجميل وسريع ومكوناته موجوده في اي بيت. اوقات كتير ولادنا بيبقى عايزين ياكلوا حاجه حلوه واحنا مكسلين. لو حضرتك مكسله زي تعالي نعمل العزيزيه، هتبقى احلى عزيزيه دمياطي بالطريقه الاصليه، ومكونات ان شاء الله تكون موجوده عندك في البيت. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. معانا هنا كوبايه من المكرونه. الكوبايه اللي موجوده في كل بيت، اللي هو المج بتاع الشاي الموجود في كل بيت، اي نوع مكرونه حضرتك تحبيها. ومعايا كوبايه من السكر بنفس زيت الكوبايه. وهنا 4 معالق من القشطه يا بنات، اللي هي قشطه وش اللبن. اللبن كان او الحليب كان لتر ونص، غليته وبردته، اخدت الوش بتاعه اللي هو القشطه بتاعته. ومعانا كوبايه من السكر. وقلنا كوبايه من السكر، ومعانا معلقتين كبار من النشا وجوز الهند وكريم شانتيه، ده اختياري يعني حضرتك بنعزز الطعم بس. معايا 3 معالق او 4 معالق من كريم شانتيه. ومعانا معلقتين جوز هند. هنجيب حله على النار، هنحط فيها ميه بس مش كتير، لاني انا محتاجه النشا اللي في المكرونه. الميه هتغلي زي ما حضراتكم عارفين، هسقط كوبايه المكرونه، سيبها تتسلق سلقا مبرحا، يعني هتاخد سوى كامل. يعني لو هنعدي كده مثلا نقول 7 دقايق 10 دقايق. بصوا هتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنجيب شفشق الخلاط، هنحط فيه المكرونه بعد ما تهدى شويه. واللبن عندي زي ما قلت لحضراتكم ساقع. وهنحط معلقتين او 4 معالق الكريم شانتيه المتاح، وده اختياري، بقول تاني مره اختياري. انا بس بحب اعزز الحاجه اللي انا بعملها، بديها طعم اقوى. وحطيت معلقتين من قشطه وش اللبن، وبرده دي اختياري، لو اللبن كامل الدسم عادي ممكن ما تحطيهوش، تحطيه بقشطته. وحطيت جزء من الحليب، يعني نص كيلو كده من الحليب. وبقيت الكيلو حطيته في الحله يغلي على النار لحد ما اضرب الكلام الجميل اللي احنا حطيناه ده. ضربته ضربا مبرحا، حضرتك تضربيه لحد ما تكسري المكرونه وتخليها تختفي. معلش هتاخد وقت تقعدي تضربي فيه، لو خلاطك قوي مش هيسعفك بسرعه. بعد ما ضربناه كويس جدا، هنيجي بقى، كان اللبن هنا غلي معانا، هننزل بقى الخليط ده. هو كان تقيل شويه معايا عشان انا ما زودتش لبن كفايه عشان اعرف اضرب المكرونه جواه وتتضرب. قلبته كويس جدا. هنا ضفت بقى معلقه من القشطه تاني، معلقه سمنه بلدي، يفضل تكون سمنه بلدي يا بنات، هي اي نوع سمنه ماشي، بس سمنه بلدي طبعا طبعا حضراتكم عارفينها بتعزز الطعم وبتخليه اقوى. وحطيت معلقتين جوز الهند. وهنا بقى قلبت معلقتين النشا في جزء في بسيط، شويه ميه او شويه لبن او حليب يعني. انا حطيتهم في شويه حليب ونزلت بيهم. ليه بقى ما حطيتش الفانيليا؟ لان احنا لو حطينا الفانيليا في الاول او ضربناها في المكونات الريحه بتاعتها بتروح يا بنات. فانا الاخر حاجه طبعا الفانيليا، بعد ما قلبته ايدك فيه ما تسيبيهوش. وكمان ما حطيتش النشا وانا بضرب، عشان الجزء ده ان انت تبقي براحتك تحطي النشا في الحليب وتحطيه، ما يكلكعش معاكي بسرعه، تصبي وتعرفي تتحكمي في القوام. قلبته كويس جدا لحد طعم النشا ما اختفى، والعزيزيه استوت وبقت بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. بس كده، واحنا كده يعتبر خلصنا. جبت صينيه. الصينيه يعني صينيه كانت كبيره شويه، يعني كانت اكبر من 30. ودهنتها سمن بلدي برضو دهنتها، ونزلت بالخليط بالقوام اللي حضراتكم شايفينه. وجبت سبته بقى هدي شويه. وجبت معلقتين من السمن البلدي او معلقه كبيره محترمه سايحه. وبعد كده لما حسيت خلاص انها اتشمعت وهديت وعملت طبقه، نزلت بالسمن عليها. بصوا السمن هيجري كده زي هنقول زي ما بيجري كده على السيراميك، جري دهنت بيها. وكان بقيت ال4 معالق القشطه بقى منهم معلقه دهنتها، ده اختياري. وشويه سكر بودر، ما عندكيش سكر بودر ممكن تحطي معلقه عسل، ما عندكيش معلقه عسل ممكن حضرتك تعملي شربات، معلقه سكر، كم معلقه ميه وعصره نقطه ليمون، وتعملي شربات تقيل وتدهني بيه. مش حابه كل الكلام ده، تكتفي بالسمن البلدي وبرده هتعمل معاكي وش يا بنات. بس كده احنا هندخلها، محتاجين شواية بس، احنا مش محتاجين فرن. حابة حضرتك ممكن تشغلي الفرن على اعلى درجة 5 دقايق تتشمع معاها، وبعد كده تطفيه وتشغلي الشواية، هتاخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه. وبس.
بصوا انا هنقول من مدرسه انا بحب العزيزيه سخنه، معلش ان في كتير يحبوها بارده او يحبوها ساقعه. انا سبتها هديت شويه بره التلاجة وقطعتها، يعني حتى بقى يعني ساعه كده وقطعتها. حضرتك تحبيها قطع وتحبيها زي ما بتجيبيها من بره، حضرتك هتحطيها في التلاجة هتطلع معاكي احلى قطع ومتماسكه اكتر من اللي انا عاملاها كمان. يلا يا بنات، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.